ازيكم يا جريد فور، عاملين ايه؟ معاكم مس أميرة محمد ودي قناتي ساينس شاين. في الفيديو ده بقى هنحل مع بعض تقييمات الوزارة الأسبوع السابع. في ويك 7 هنحل مع بعض على concept number 3 lesson 3. طيب بيقول لي أول حاجة classroom performance light show think how you ever seen animals use light to communicate with each other. انت شفت قبل كده animal بتستخدم اللايت عشان تعمل communicate مع بعضها؟ شاطرين، انتوا طبعا شفتوا وعرفتوا قبل كده الفاير فلاي بيتل اللي كانت بتعمل لايت، كانت بتطلع ضوء كده عشان تعمل communicate مع بعضها. طيب بيقول لي بقى why do fireflies use their sense to communicate؟ ليه الفايرفلايز بتستخدم السنس اللي هي بتعمل produce لللايت عشان تعمل communicate؟ ليه؟ شاطرين، عشان أول حاجة تعمل warn of other firefly beetle from predator، إن هي لما تحس إن في predator وفي خطر جاي على البيتلز التانيين تعمل لهم warn، تحذرهم بفلاش باترن معين، بضوء كده معين هي بتعمله أو هما كلهم متفقين عليه، إن لما حد منهم يعمل اللايت ده فالكل يفهم على طول إن هنا في إيه danger. يبقى أول حاجة إن هما بيستخدموا السنس اللي هي بتاعة اللايت دي عشان يعملوا warn of other firefly beetles from predator. طيب تاني حاجة عشان يعملوا attract mate to reproduce، عشان يجذبوا بيها الجنس الآخر عشان يعملوا تكاثر ويزيدوا في العدد. تمام كده، يبقى دول السببين اللي الفايرفلاي بيتلز بتعمل السنس بتاعتها اللي هي بتعمل produce لللايت عشان تعمل communication. طيب what do you know about communication and information transfer؟ انت تعرف ايه عن الكوميونيكيشن؟ ازاي احنا مثلا كهيومن بنعمل communication؟ وازاي الانفورميشن بيحصل لها ترانسفير؟ ازاي المعلومات بتتنقل كده ما بيننا؟ احنا مثلا ممكن نعمل communication عن طريق اللانجوج، اللغة اللي انا بكلمك بيها دلوقتي دي تعتبر طريقة للcommunication ما بيننا. ممكن أعمل communication عن طريق الwriting الكتابة، ممكن أعمل communication عن طريق الsound، ممكن أعمل communication عن طريق الface expression تعبيرات الوجه. كل دي طرق للcommunication والinformation transfer. احنا عندنا ways كتير جدا للهيومن بيعمل بيها communication and information transfer. تمام كده، يلا نكمل مع بعض. بعد كده بيقولي complete some ways of human communication، عايز ways طرق الهيومن بيقدر يعمل بيها communication. احنا لسه قايلين عندنا ways كتير، ممكن نكتب أول حاجة reading writing watching TV cell phone. كل الحاجات دي بنقدر نعمل بيها communication، بنقدر نعمل بيها تواصل مع بعض. طيب الويز بقى of animal communication، ازاي الانيمال بيتواصلوا مع بعضهم؟ شاطرين، بيعملوا communication مع بعض عن طريق الايكو لوكيشن. يبقى نكتب هنا ايكو لوكيشن. طب ايه بقى الكومن، ايه المشترك ما بين الكوميونيكيشن بتاع الهيومن والكوميونيكيشن بتاع الانيمال؟ يعني ايه الحاجات المشتركة ما بين الهيومن والانيمال الاتنين بيعملوا بيها communication عادي؟ أول حاجة producing sound، بلاقي إن إحنا كهيومن بنعمل sound، سواء كان الساوند ده high pitch يعني عالي أو low pitch، بس إحنا بنعمل communicate بنتواصل مع بعض عن طريق الساوند. الصوت اللي واصل لك ده أنا بوصل لك بيه معلومة أو بتواصل معاك عن طريق. طب إيه كمان؟ بنعمل communication مع بعض عن طريق displaying light، اللي هي الأنوار اللي بنعملها، سواء مثلا نعمل شوية فاير ولا حاجة، أو نستخدم الريسكيو فلير لما يكون في حد تايه وشاف طيارة هليكوبتر فبيبدأ إن هو يستخدم الريسكيو فلير دي عشان يشد انتباهها ويفهمهم إن في حد هنا تحت تايه. وبرضه الأنيمال بيستخدم الساوند في الكوميونيكيشن عن طريق إن هما بيعملوا ايكولوكيشن. ما الايكولوكيشن ده أصلا بيبقى إيه؟ عن طريق الساوند. وبرضه بلاقي إن في some animals زي الفايرفلاي beetles بيقدروا يعملوا communicate مع بعض عن طريق اللايت. يبقى ايه المشترك ما بين الهيومن والانيمال في الكوميونيكيشن؟ ان هما الاتنين producing sound و displaying light. تمام كده، في مشكلة؟ طيب بعد كده بيقول لي homework performance
Question number 1. How do humans use light to communicate with others؟ ازاي الهيومن بتستخدم اللايت عشان يعملوا communicate مع بعضهم؟ لسه قايلين من شوية هما مثلا زي الترافيك لايت، إشارة المرور. إشارة المرور دي هي بتعمل لايت، أضواء، كل لايت منهم بيبقى له color معين، لون معين. لو مثلا أحمر يبقى خلاص احنا نقف ما نتحركش، لو أخضر نبدأ إن احنا نتحرك. فكل الكالرز دي وكل اللايت دي بتعمل communication ما بيننا وبتنقل لنا معلومات. يبقى أول حاجة الترافيك لايت. طب ايه تاني؟ الفايرز اللي بنعملها علشان نبدأ إن احنا نشوف بيها بعض ونتواصل مع بعض، وعشان كمان نجذب انتباه لو احنا تايهين في أي مكان، نجذب انتباه أي طيارة، هليكوبتر. وبرضو الريسكيو فلير اللي بيستخدموها عشان يعملوا اتراكت، يجذبوا كده انتباه أي طيارة هليكوبتر معدية. يبقى كل الحاجات دي الهيومن بيستخدم فيها اللايت عشان يعمل communicate. يبقى أول حاجة use traffic light, fire, rescue, flare. طيب بعد كده بيقول لي write what the sentence refer organisms that use their wings to emit flashes of light. مين هما الأورجانيزمز اللي بيستخدموا الوينجز بتاعتهم عشان يعملوا flash of light؟ شاطرين، الفايرفلاي beetles. طيب بعد كده question number 3 بيقول لي give reason a chemical reaction occurs inside the body of fireflies. ليه في chemical reaction، تفاعلات كيميائية بتحصل جوه البودي بتاع الفايرفلايز؟ عشان احنا قلنا ان الكيميكال رياكشنز دي هي اللي بتساعد الفايرفلاي ان هو يعمل بروديوس لللايت، ولما يبدأ يعمل بروديوس لللايت فهيعرف يعمل communicate مع بعضه. يبقى because the body of beetles light up and communicate with each other. عشان البادي بتاعه بيعمل light up فبيقدر ان هو يعمل communicate مع بعضه. عشان كده الكيميكالز اللي بتحصل جواه دي مهمة جدا جدا. بعد كده question number 4 بيقول لي what would happen if fireflies emit flashes at regular intervals. يعني ايه اللي هيحصل لو الفايرفلايز ده قاعد يعمل فلاش، قاعد يطلع إضاءة at regular يعني بشكل منتظم؟ في الحالة دي هو هيقدر يعمل communicate مع other firefly beetles، عشان احنا قلنا ان هو بيعمل الفلاشز دي وبتكون at regular pattern يعني بنظام معين عشان يقدر يعمل communicate مع بعضه. يبقى نكتب هنا to communicate with each other. بعد كده بيقول لي explain how fireflies communicate with each other. اشرح لي ازاي الفايرفلايز بتقدر تعمل communicate مع بعضها. أول حاجة إن الفايرفلايز في جوه البودي بتاعها بيحصل chemical reaction. الكيميكال reactions دي هي اللي بتسمح للبودي بتاعه إنه يحصل له light up، إن هو يبقى مضيء. فده بيساعده إن هو يعمل communicate مع other firefly beetles. وكمان الفلاشز اللي هو بيطلعها بتكون regular pattern يعني بنظام معين وليها period of time. يبقى نكتب هنا produce chemical reaction inside bodies allow them to light up and communicate and then they make flash regular period of time. بعد كده هو بيعمل فلاش، الفلاش دي بيكون ليها وقت محدد أو pattern محدد عشان يعرفوا يقدروا يعملوا communicate مع بعض. تمام كده، يلا نكمل مع بعض. مكملين مع بعض برضو في week 7 بس على lesson 4. بيقولي أول حاجة classroom performance communication keys. بيقولي imagine that your friend are smiling at you. Which sense would you see to understand that he is happy؟ بيقولي تخيل كده انت وصاحبك كنتوا بتعملوا communicate مع بعض وهو عمل smiling يعني هو ابتسم كده. انهي sense، انهي حاسة اللي انت هتقدر تفهم بيها ان هو happy؟ طبعا انت هتشوف السميلنج بتاعته عن طريق الايز بتاعتك، عينيك. يبقى انت كده استخدمت انهي سنس؟ شاطرين، sense of sight، حاسة الرؤية. تمام كده. طيب بيقول لي بعد كده here are several traffic sign symbol which sign can be used in the following situation. بيقول لي هو مديني هنا symbols يعني رموز وكل رمز بيدل على حاجة. قول لي بقى كل واحد بيدل على ايه. طيب أول حاجة بيقول لي school zone يعني منطقة مدارس. مين في السامبل دي بتوضح school zone؟ شاطرين، number 2. طب ليه؟ لأن باين هنا إن ده طفل وماشي معاه مامته أو باباه،
فمعنى ان المكان ده كله منطقة مدارس وفيه اطفال كتير، فنهدي السرعة شوية. يبقى هنا عند school zone يبقى number كام؟ number 2. طيب بيقولي بعد كده no U-turn. ايه اليوتيرن ده؟ اللي انت لما تكون ماشي في الطريق وعايز ترجع تاني فبتبدأ ان انت تعمل يوتيرن، يعني ترجع بالشكل ده كده. طيب بيقولي هنا no U-turn، مفيش U-turn. اني سيمبل من دول؟ شاطرين، number 4. ليه؟ لان هو عامل لي علامة اليوتيرن بس عامل لي عليه ايه؟ لاغي او منعها خالص. يبقى هنا no U-turn، ما ينفعش ان انت تعمل U-turn في المكان ده. يبقى عند no U-turn يبقى number 4. طيب بعد كده بيقول لي there is an accident on route، في حادثة في الطريق. ايه السيمبل؟ العلامة اللي لما بتشوفها في الطريق تفهم ان الطريق ده فيه accident او انت ما تكملش الطريق ده اصلا. شاطرين، number 1 اللي هو بيقول لي هنا stop، اقف وما تكملش الطريق، يبقى هنا number 1. طيب بعد كده بيقول لي bike line، يعني هنا الطريق ده او الخط ده بتاع العجل. طيب مين بقى في السيمبل دي بتوضح ان المكان ده او الطريق ده بتاع العجل؟ شاطرين، number 3 هنا. ليه؟ عشان جايب لي السيمبل هنا وراسم لي فيها عجلة، يبقى هنا number 3. في مشكلة كده؟ يلا نكمل مع بعض. بعد كده بيقول لي is the sound of an ambulance considered a code، هو صوت الامبيولانس اللي هي عربية الإسعاف ده بيعتبر كود؟ اه طبعا. انت لما تسمع صوت عربية الإسعاف فبتفهم ان في العربية دي في حد تعبان وهو رايح المستشفى، فده كود وصل لك. وبرضه لما نكون ماشيين في الطريق وأول لما صوت عربية الإسعاف بيشتغل الكل بيوسع لها الطريق عشان تنقذ الشخص العيان اللي جوه ده. فالامبولانس صوتها بس بيديك مسج او بيديك رسالة، ولازم ان احنا نوسع لها الطريق عشان تمشي. يبقى هل الصوت بتاع الامبولانس ده بيعتبر كود؟ هنقول له هنا يس. تمام كده. طيب بعد كده عايز الديفينيشن بتاع الكود. يعني ايه كود؟ شاطرين، قلنا ان هو pattern that has meaning، هو حاجة ليها معنى. تمام كده. بعد كده بيقول لي homework performance question number 1 explain the importance of code in our daily life. قول لي ايه أهمية الكود في حياتنا. هو الكود مهم جدا، ده بيساعدنا ان احنا نعمل communicate مع بعض ونعمل transfer information، ننقل معلومات بيننا وبين بعض، فعشان كده هو very important in our life. يبقى لما يجي يقول لي هنا ايه أهمية الكود في حياتنا، هنقول له أول حاجة ان هو بيعمل transmit information and help us to communicate، ويساعدنا ان احنا كمان نعمل communicate مع بعض. طيب بعد كده بيقول لي write scientific term a pattern with meaning. لسه قايلنا من شوية pattern low meaning، ايه هو؟ شاطرين، الكودز. بعد كده بيقول لي give reason travelers used mirror. ليه الترافلرز اللي هم الرحالة بيستخدموا الميرور؟ عشان لما يكونوا تايهين في اي مكان يبدأوا ان هم يستخدموا الميرور دي ويوجهوها على السانلايت، ويبدأوا يجمعوا بيها كل اللايت ري اللي جاي من الصن، وبعد كده اللايت ري ده بيحصل له ريفلكت، انعكاس، وبيعملوا له بقى انعكاس على اي هليكوبتر معدية علشان يجذبوا بيها انتباه الهليكوبتر، والناس اللي في الهليكوبتر ساعتها يفهموا ان في شخص تايه تحت. فعشان كده هو دايما بيبقى معاهم ميرور، مراية، عشان اول لما يشوفوا كده هليكوبتر يروحوا جايبين المراية دي وموجهينها عند السان لايت وياخدوا بيها كل اللايت انرجي اللي جاي من الصن، واللايت ده بعد كده يحصل له ريفلكت على الهليكوبتر فهم يفهموا ان في حد تايه تحت. يبقى ليه الترافلر بيستخدموا الميرور؟ to attract the attention of rescue helicopter، عشان يجذبوا بيها انتباه الريسكيو هليكوبتر اللي جاية تنقذه. طيب بعد كده بيقول لي what would happen if language didn't exist in different country. ايه اللي هيحصل لو اللغة ما بقتش موجودة في بلاد مختلفة وما كانش في كل دولة ليها اللانجوج بتاعتها وكله بقى يتكلم اي حاجة؟ في الحالة دي احنا مش هنقدر نعمل communicate مع بعض. يعني احنا مثلا كمصريين بنقدر نعمل communicate مع بعض عن طريق اللغة العربية، صح؟ طيب لو مفيش بقى لغة عربية وكل واحد بيتكلم بلغة معينة او بلغة خاصة بيه هو، في الحالة دي احنا هنلاقي فيه difficult، صعوبة شوية ان احنا نعمل communicate مع بعض.
يبقى ايه اللي هيحصل لو اللانجوج مبقتش موجودة في بلاد مختلفة؟ في الحالة دي we can't communicate and can't transfer information، يعني مش هنقدر نتواصل مع بعض ومش هنعرف ننقل معلومات لبعض. طيب بعد كده بيقول لي mention several example of code، قول لي أمثلة كتير للكودز. عندنا different example، عندنا أمثلة كتير جدا ومختلفة للكودز: language، writing، music، sound، traffic light، thumbs up or thumbs down. كل الحاجات دي كلها كودز بنقدر نعمل بيها communicate مع بعض. يبقى نكتب ايه؟ نكتب language، writing، music، sound، traffic light. كل الحاجات اللي انتوا جت في دماغكم اكتبوها عادي، مفيش اي مشكلة. طيب بعد كده بيقول لي weekly assessment model 1 complete. firefly use to emit flashes of light. الفايرفلاي بيستخدم ايه عشان يطلع الفلاش اوف لايت؟ شاطرين، بيستخدم الوينجز، الأجنحة بتاعته، عشان يعمل فلاش باترن. طيب بعد كده بيقول لي write scientific term a pattern that has meaning. ده مين؟ شاطرين، codes. طيب بعد كده بيقول لي give reason. fireflies emit a flash of light. ليه الفايرفلايز بيطلع flash of light؟ عشان يقدر يعمل communicate مع other firefly beetles ويعمل بيه attract للمات، يجذب الجنس الآخر ويعمل reproduce، وكمان عشان يعمل warn off، يحذر الفايرفلاي beetles التانيين من البريديتور. يبقى الفايرفلاي بيعمل فلاش ليه؟ يبقى أول حاجة to communicate with each other، تاني حاجة to attract mate to reproduce، تالت حاجة to warn off other firefly beetles from predator، عشان يحذر الفايرفلاي beetles التانيين من البريديتور. بعد كده بيقول لي what happen if predators close to fireflies. ايه اللي هيحصل لو البريديتور بقى قريب من الفايرفلايز؟ الفايرفلايز بيعمل ايه؟ شاطرين، بيعمل فلاش باترن محدد بيحذر فيه الفايرفلاي بيتلز التانيين ان هما يهربوا. يبقى they will make flash pattern of light، يعني لما يحس ان في بريديتور او يشوف بريديتور قريب منه بيبدأوا ان هم يعملوا فلاش باترن ويخرجوا اللايت عشان يعملوا warn off other firefly beetles. طيب بعد كده question number 5 بيقول لي how human use signals or codes to transmit information. بيقول لي اشرح لي ازاي الهيومن بيستخدموا signals، اشارات كده واكواد خاصة بيهم عشان يعملوا transmit information. احنا مثلا كهيومن ممكن نستخدم الثامبس اب، ان احنا نرفع صباع الابهام بتاعنا لفوق، or thumbs down لما يكون عايزين نعبر عن حاجة حلوة وحاجة كويسة. يعني لما انت تكون عايز تقول ان الحاجة دي good بتعمل انت thumb up، يعني بترفع صباع الابهام بتاعك لفوق. لما تكون عايز تقول ان الحاجة دي bad بتعمل thumbs down، يعني بتنزل صباع الابهام بتاعك لتحت. اللانجوج اللي احنا بنتكلم بيها دي تعتبر signals، اشارات واكواد بنعمل بيها transmit information. الريسكيو فلير اللي ترافلر عملوها عشان يعملوا اتراكت، يجذبوا انتباه الهليكوبتر، دي تعتبر سيجنالز وكود. برضو اللايت هاوس اللي بيكون موجود في البحر ده برضو يعتبر سيجنالز وكود. فاحنا كهيومن بنستخدم سيجنالز كتير جدا واكواد كتير جدا عشان نعمل ترانسميت انفورميشن. زي ايه؟ زي thumbs up or thumbs down، language، lighthouse، rescue، flare. تمام كده، يلا نكمل مع بعض. بعد كده موديل 2، هو المفروض هنا بدل 1 تبقى 2. تمام. طيب بيقول لي اول حاجه question number 1 complete from the example of codes. احنا عندنا examples كتير جدا للكود واحنا قلنا منهم كتير، بس هو عايز هنا 2 بس. ممكن نقول music و language. طيب بعد كده what the sentence refer animals communicate with each other using flash of light. مين الانيمال اللي بتعمل communicate مع بعضها وبتستخدم الفلاش of light؟ شاطرين، الفايرفلاي beetles. طيب بعد كده question number 3 بيقول لي give reason human sometimes use code. قول لي ليه الهيومن في بعض الأوقات بيستخدموا الكودز. يعني ليه مثلا احنا بنستخدم الترافيك لايت، ليه بنعتمد على اللانجوج بتاعتنا، ليه مثلا بنعتمد على الفيس اكسبريشن ان احنا نوصل كودز او نوصل رسائل. عشان الحاجات دي كلها بتساعدنا ان احنا نعمل communicate مع بعض ونعمل transmit information.
يبقى to communicate and transfer information. طيب بعد كده question number 4 بيقول لي what happen if a group of fireflies meet another group of fireflies. ايه اللي هيحصل لو مجموعة كده من الفايرفلايز كانوا بيعملوا فلاش باترن بطريقة معينة قابلوا جروب تاني من الفايرفلايز بيعملوا فلاش باترن بطريقة تانية خالص. في الحالة دي هلاقي في جروب منهم هيبدأ يعمل change، هيغير الفلاش باترن بتاعه ويعمل ماتش مع other group of firefly beetles. يعني مثلا لو هو الجروب الأولاني كان بيعمل فلاش كل ثانية والجروب التاني بيعمل فلاش مثلا كل ثانيتين، لا ده هما الاتنين هيعملوا ماتش، يعني هيعملوا توافق كده مع بعض ويتفقوا على حاجة معينة أو فلاش باترن معين كلهم يعملوه عشان يبقوا جروب واحد. يبقى they change their pattern to match with other groups of firefly beetles. تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول لي question number 5 explain the importance of membrane in cat's eye. قول لي ايه أهمية الممبرين الغشاء اللي في عين القطة من جوه. طيب احنا عارفين ان الممبرين ده بيكون موجود في back of its eye، بيعمل collect لللايت، بيجمع اللايت ويبدأ بعد كده يعمل reflect، يعمل انعكاس لللايت ده، وده اللي بيساعد الكات ان هي تشوف at dark. عشان كده الكات القطط بتقدر تشوف at dark، ودايما بالليل كده بنلاقي عينيها glow يعني بتلمع. طب بتلمع ليه؟ عشان هي بتاخد اللايت انرجي وتبدأ ان هي تعمل ريفلكت انعكاس، فعينيها بتبدأ ان هي glow، عينيها بتبدأ ان هي تلمع فتشوف at dark. يبقى نكتب هنا it collect light then reflect it to help cat see at dark. هي بتجمع الضوء بعد كده تعمل له reflect، فده بيساعدها ان هي تشوف ايه at dark. طيب بعد كده question number 1 بيقول لي fireflies are found on tree. الفايرفلايز موجودين في انهي tree؟ طيب معلومة كده ان الفايرفلايز بيكونوا موجودين في المانجروف tree، يعني بيكونوا دايما موجودين على شجرة المانجروف. طيب بعد كده question number 2 بيقول لي write what the sentence refer thumbs up or thumbs down. ايه thumbs up or thumbs down دول كانوا ايه؟ شاطرين، codes، اكواد. طيب بعد كده question number 3 بيقول لي give reasons code are very important in human life. ليه الكود مهمة جدا جدا في حياة الإنسان؟ عشان الكودز دي هي اللي بتساعد الهيومن انه يعمل communicate مع بعضه ويعمل transfer information. يبقى to communicate and transfer information. طيب بعد كده question number 4 بيقول لي what would happen if fireflies didn't emit light flash. ايه اللي هيحصل لو الفايرفلايز ده ما قدرش يطلع الفلاش باترن بتاعه والبودي بتاعه ما قدرش يطلع لايت؟ في الحالة دي هو مش هيقدر يعمل communicate مع بعضه، ومش هيقدر يعمل attract للمات، ومش هيقدر يحذر الفايرفلاي بيتلز التانيين لما يكون في predator. يبقى نكتب هنا they can't communicate and can't attract mate. طيب بعد كده question number 5 بيقول لي explain how we can see things. اشرح لي كده ازاي احنا بنشوف الحاجات، يعني ازاي مثلا انت شايف الكتاب اللي قدامك ده او شايف القلم. اول حاجه بلاقي ان السورس اوف لايت مصدر الضوء سواء بقى كان لامب او صن او اي حاجه تانية بتعمل بروديوس لللايت ري، بتخرج لنا كده لايت ري. اللايت ري ده بيعمل فول بيسقط على الاشياء. طيب بعد ما بيحصل له فول ايه اللي بيحصل؟ بلاقي ان هو بيحصل له بعد كده ريفلكت، انعكاس تاني to our eye. يعني اللايت ري اللي حصل له فول on object بيبدأ ان هو يعمل reflect to our eye. بعد كده السنسوري ريسبتورز اللي موجودة في الاي عندنا هتبدأ تبعت مسج عن طريق النيرفس وتوديها للبرين وتقوله ترجم لي انا شايفة ايه قدامي، فالبرين يبدأ يعمل صورة كده عن اللي هي شايفاه قدامها وتقدر بقى تشوف الكتاب او القلم او اي حاجة انت شايفها. يبقى نكتب هنا at first light ray fall on object then reflect to our eye. The nervous in eye send message to brain to form photo what we see.
البرين بعد كده بيبدأ إن هو يكون فوتو، يكون صورة كده، وتقدر تشوف أي حاجة حواليك بسهولة. تمام كده. وبكده نكون خلصنا مع بعض التقييم الأسبوعي للأسبوع السابع. استنونا في فيديو جديد هنكمل مع بعض باقي التقييمات. ولو عندكم أي سؤال تقدروا تبعتولنا على بيج الفيسبوك، وهسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.